المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها بالعناوين. فخامة السياسة الأفريقية يزور قصر الكرملين والمباني الأثرية التاريخية. وزارة الزراعة تعقد ورشة عمل حول قوانين وسلامة الغذاء. مشروع الدهل رقم 6 يقوم بشق طريق دبار وعد راسي. تسعة قتلى وأعمال عنف عقب حكم بالسجن عامين بحق المعارض السنغالي سونكوم. الولايات المتحدة وتايوان توقعان اتفاقا تجاريا والصين تحذر. وروسيا تكشف مخطط تجسس أمريكي بواسطة هواتف آيفون. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تفقد فخامة الرئيس أفورقي في إطار زيارته الرسمية إلى روسيا الاتحادية الظهر اليوم تفقد مباني كرملين التاريخية والأثرية والتراثية الرائعة التي تضم مباني إدارية ودينية ومتاحف وطنية، وقد لعبت تلك المباني دورا كبيرا في عملية إعمار روسيا الاتحادية. وقد تفقد فخامته والوفد المرافق له متجولين قصر الكرملين القائم في مساحة قدرها 28 هكتارا والآثار التي يضمها، وقدم لهم توضيحا مفصلا حول هذا المبنى الأثري التاريخي والذي يحتل المكانة الأساسية في تاريخ روسيا، بالإضافة إلى الآثار والرسومات والمعابد والهياكل المنتشرة داخله. كما تفقد فخامة الرئيس أفورقي متحف الكنز الروسي الذي يضم أكثر من 40,000 أثرا رائعا، من ضمنها آثار القياصرة الروس والزي التقليدي والمجوهرات وعربات الأحصنة والعتاد والدروع والمستندات المختلفة وغيرها من الآثار الرائعة. وقدم له توضيحا موسعا حول المتحف الذي ظل يقدم الخدمات منذ العام 1806، حيث يعتبر مرجعا رئيسيا للتاريخ والجذب السياحي. في الختام تفقد فخامة الرئيس أفورقي متحف تحصيل الصندوق الماسي للثروات الروسية الطبيعية، وخاصة معادن الألماس والذهب والقلائد، ويضم هذا المتحف أكثر من 15,000 جسما معدنيا يختلف من حيث المكان والهيكل والحجم والعيار والعام الذي تمت فيه صياغته. عقدت وزارة الزراعة ورشة عمل يوم 2 من يونيو بالتعاون مع منظمة الزراعة والأغذية حول القوانين ونظم سلامة الغذاء. وأوضح وزير الزراعة السيد أرافين برهي في افتتاح الورشة التي حضرها كبار المسؤولين والدبلوماسيين ومنتجي الغذاء، أوضح أن قضية الغذاء في البلاد تخص عدد كبير من الجهات، ويجب على وزارات الزراعة والثروة البحرية والصحة والتجارة والصناعة والأراضي والمياه والبيئة ومؤسسة المواصفات الإريترية وغيرها القيام بالعمل المنسق. وقال إن العمل سيجري لإعداد سياسة واستراتيجية وطنيتين بشأن سلامة الغذاء، مشددا على وجوب توطيد العلاقة مع هيئة المعايير الغذائية الدولية من أجل التنفيذ واكتساب المعرفة والخبرة اللازمة. من جانبها أوضحت مندوبة منظمة الأغذية والزراعة في إريتريا الآنسة أستير لوسيباني أن الهدف الأساسي للهيئة رفع قدرات الدول الأعضاء في قضية الغذاء بهدف سلامة مستهلك الغذاء وخلق الملائمة والثقة في تجارة الغذاء العالمية. وذكر المدير العام لقسم القوانين والرقابة في وزارة الزراعة السيد تخلاب مسجنا أن الجهود تبذل لإيصال سلامة الغذاء إلى المواصفات العالمية، وشكر كل المساهمين لإطلاق المشروع. قدمت في ورشة العمل مختلف الأوراق بشأن مدونة الغذاء وسلامة وجودة الأسماك ومشتقاته ونتائج الشروع الذي شرع العمل فيه. تلقى 269 من طلاب وعمال كلية التجارة والعلوم الاجتماعية دورة تدريبية ل3 أشهر،
وأوضح مسؤول فرع الاتحاد في الكلية السيد كوبل التخلى في مراسم التخريج أن التدريب المنظم بتعاون الاتحاد الوطني للشباب والطلبة وكلية التجارة والعلوم الاجتماعية تضمن صيانة أجهزة الكمبيوتر وتركيب الصحون اللاقطة والمونتاج. ودعا عميد الكلية الدكتور ستيفانوس هيلماريام المتدربين على العمل لتطبيق المعرفة المكتسبة لإحداث التغيير في حياتهم. من جانبها أوضحت مسؤولة الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع ساوى ومؤسسات التعليم العالي السيدة منصورة إسماعيل أن التدريب نظم لاكتساب الطلاب المعرفة المهنية إلى جانب التعليم الأكاديمي. وأشاد المتدربون بالتدريب المقدم. يقوم مشروع الدهلو رقم 6 بشق طريق دبر وعد نفاس الممهد مرورا بعد وطوط والبالغ طوله 10 كيلومترات في عمل بدأ منذ شهر مايو الماضي. وأوضح مسؤول مشروع الدهلو رقم 6 السيد تيدروس جبريسوس أن الطريق سيكون بعرض 8 أمتار وتشيد فيه جسور كبيرة وصغيرة مشيدا بتعاون السكان وتشجيعهم. وذكر أعضاء مشروع الدهلو رقم 6 أنهم يعملون بجهد كبير لإنجاز العمل. وأشار السيد رأي هيلي والسيد كحسن عند مسكال من لجنة طريق عد رأسي أن الطريق الذي يتم شقه سيخدم قرى عد رأسي وعد واطات وجدلي وحارين وعد نفاس وفقيه. ينشط مشروع الدهلو رقم 6 في بناء السدود وشق وصيانة الطرق. نظمت في مديريات هيكوتا وعالي القاش وغردات وغونيا فعاليات أسبوع الشباب الثقافي والرياضي والتعليمي في إقليم القاش بركة، وذلك بمناسبة الذكرى 32 لاستقلال البلاد. اشتمل أسبوع الشباب على مسابقات معلومات عامة والقصص القصيرة والشعر والحوار مع العمال والغناء والمسرح وسباق الدراجات. ودعا مسؤول متابعة فروع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم القاش بركة الشاب سليمان يوسف الشباب للمساهمة الفاعلة لبناء البلاد والزود عن السيادة وحماية التراث والقيم، مناشدا الجهات الحكومية عامة والشركاء خاصة المشاركة النشطة لإنجاح برامج الاتحاد. وذكر مدراء المديريات أن الكفاءة والانضباط الذي أظهره الشباب في فعاليات أسبوع الشباب يعكس السلوك المتحضر، منادين الأسر لتقوية دورها للحفاظ على هذا السلوك وضمان استمراريته. فاصل ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. على الصعيد العالمي قتل 9 أشخاص خلال احتجاجات وأعمال عنف شهدتها العاصمة السنغالية داكار ومدن سنغالية أخرى بعد أن حكمت محكمة جنائية على المعارض السنغالي عثمان سونكو المرشح لانتخابات الرئاسة في 2024 بالسجن 2 عام بتهمة فساد أو إفساد الشباب، وبرأته من اتهامات بالاغتصاب موجهة إليه. وقال وزير الداخلية السنغالي أن 9 أشخاص قتلوا في احتجاجات شهدتها العاصمة داكار ومدينة سان لويس، واندلعت المواجهات بين مواطنين وقوات الأمن بعد حكم غيابي صدر على عثمان سونكو أحد المعارضين السياسيين في البلاد بالسجن 2 بعد إدانته بتهمة إفساد الشباب. ويرى أنصار سونكو أن ملاحقته قضائيا جزء من خطة الرئيس الحالي ماكي سال لمنعه من الترشح للرئاسة العام المقبل. وقعت الولايات المتحدة وتايوان اتفاقا تجاريا يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين في خطوة استدعت تحذيرا من بكين. وهدف الاتفاق مبادرة الولايات المتحدة وتايوان للتجارة في القرن 21 تعزيز التجارة من خلال تبسيط عمليات التدقيق الجمركية وتحسين الإجراءات التنظيمية ووضع تدابير لمكافحة الفساد بين الولايات المتحدة وجزيرة تايوان التي تحظى بالحكم الذاتي فيما تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.
ولا تقيم واشنطن وتايبيه علاقات دبلوماسية رسمية، لكنهما تبقيان على علاقات غير رسمية عبر المعهد الأمريكي في تايوان الذي يعتبر بمثابة السفارة الأمريكية في الجزيرة. وقع الاتفاق الأول بموجب المبادرة الأخيرة من قبل ممثلين عن المعهد الأمريكي في تايوان ومكتب الممثل الاقتصادي والثقافي لتايبيه في الولايات المتحدة، كما أعلن المكتب الإعلامي للممثل التجاري الأمريكي. قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي المعروف إنه كشف عن عملية تجسس أمريكية أدت إلى اختراق آلاف أجهزة آيفون باستخدام برامج مراقبة متطورة بحسب تقرير لوكالة رويترز. وقالت شركة كاسبرسكي لاب ومقرها موسكو أن العشرات من أجهزة موظفيها تعرضت للاختراق في هذه العملية. وبحسب جهاز الأمن الفيدرالي الروسي فإن عدة آلاف من أجهزة آبل قد أصيبت بهذا الاختراق، بما في ذلك تلك الخاصة بالمشتركين الروس المحليين وكذلك الدبلوماسيين الأجانب المقيمين في روسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق. وذكر أن المؤامرة أظهرت تعاونا وثيقا بين شركة آبل ووكالة الأمن القومي، وهي الوكالة الأمريكية المسؤولة عن معلومات التشفير والاتصالات والأمن. ولم يقدم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أي دليل على أن شركة آبل كانت متعاونة في هذا الاختراق أو كان لديها علم بحملة التجسس. وبحسب رويترز فقد نفت شركة آبل في بيان هذا الادعاء. صدرت توجيهات لمئات الآلاف السكان في اليابان بإخلاء منازلهم بسبب مرور العاصفة الاستوائية ماوار التي تسببت بهطول أمطار غزيرة خصوصا في وسط وغرب البلاد. وشملت دعوات الإخلاء المرافقة بإنذار بأعلى درجات 130 ألف شخص في تويوهاشي بحسب محطة التلفزيون العامة. علقت حركة القطارات الفائقة السرعة بين طوكيو وأوساكا، كما أعلنت شركة السكك الحديدة جاي آر سنترال على موقعها الإلكتروني. كما تم إلغاء أكثر من 260 رحلة الجمعة في البلاد بحسب التلفزيون العام. وبحسب العلماء فإن ظاهرة الاحتباس الحراري تزيد من مخاطر هطول أمطار غزيرة في اليابان، حيث تحمل كتل الهواء الساخن المزيد من البخار. ختاما لنشرة هذا المساء إليكم أبرز العناوين. فخامة الرئيس أفورقي يزور قصر الكرملين والمباني الأثرية التاريخية. وزارة الزراعة تعقد ورشة عمل حول قوانين وسلامة الغذاء. مشروع الدحل رقم 6 يقوم بشق طريق دبر وعد راسي. تسعة قتلى وأعمال عنف عقب حكم بالسجن عامين بحق المعارض السنغالي سونكو. الولايات المتحدة وتايوان توقعان اتفاقا تجاريا والصين تحذر. روسيا تكشف مخطط تجسس أمريكي بواسطة هاتف آيفون. سادتي سيداتي، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، وهذه تحيات وتحيات الفريق العام، والسلام عليكم ورحمة الله.